تبدا القصه في الحدود ديال كولومبيا، وغنشوفوا هاد الساط مدخل الشاحنه ديالو محمله بالسلعه، ومن بعد ما دخل كولومبيا مشى عند هاد اللويان، ومن وجهه باين اخونا مخزز. فتح الشاحنه ونزل واحد السيد واللي سميتو كريس، وغنعرفوا ان مول الشاحنه حراق، وفي نفس الوقت كيقوم بعمليه السطو على الاشخاص اللي كيحرقهم. نزل كريس باش يمشي في حاله، قال لي الحراق باللي خاصو يعطي كاع داكشي اللي عنده. كريس ما عجبوش الحال وقال لي راني سباق وخلصتك. قال لي لا، غير جبد داكشي اللي عندك وبلا ما نكثروا الهضره. بغاو يدوروه، ما حط عليه ساطوره وهي تسمع ديك با ضربوا لوجهه، نشروا مع الارض وبقى مطايف مع اللويان. صمك حبو حتى هو وتحرك. مشى كريس للمقبره وزار القبر ديال خطيبته، ولكن كيفاش ماتت من بعد ونعرفوا. مشى من بعدها جلس مراقب واحد الفيلا، وباينه مواليها بوك والعاقه، خرجت منها طوموبيل وكريس مشى وراهم ومراقبهم. لقى ان السياره ديال الحراس ديال الفيلا وجاو باش يوصلوا بنت الرئيس ديالهم للمدرسه. كتمشي تقرب مرسيدس، وانا عمري كامل وانا كنقرا على قبل ديك المرسيدس. المهم ما علينا. كريس راقبها حتى دخلت المدرسه، ومنين رجعت البنت للدار غنعرفوا ان باها كيبغيها بزاف وما يقدرش يدوز نهار بلا ما يشوفها. البنت سميتها اليسا وباها سميتو فيسينتي. وفي الليل غنشوفوا هاد نص قرعه جالس في واحد السناك، بدا كيتبسل على مولات السناك، قال ليها باش تجلس معاه، وفاش ما بغاش بدا كيهدد فيها. عرى يدو ديال الحديد وفتحها في الداخل ديالها موس. السيده تخلعات، قطع كيكه ووكلها بالموس اللي في ايدو. شويه حتى وقفوا البوليس، وغتكون صاحبتها الضابطه في ديك المنطقه. دخلات قالت ليه يمشي في حاله، خونا خنزر فيها وزاد. سدوا المحل وبغات توصلها معاها، مع طالعوا لقاو نص قرعه راكب اللور. بطبيعه الحال دوز عليهم بجوجات وصفاها ليهم. الغد ليه الحراس غاديين بإليسا للمدرسه، وقفوا في السطوب. جا واحد كيمسح ليهم في الزاج، قال ليهم يخلصوه وبدا كيستفز فيهم. هبط عنده واحد منهم، جوج دقات غيبوا. إليسا هربات من طونوبيل، خونا ضرب الحارس الثاني وخدالو الطونوبيل، ولكن شكون هو؟ فهو كريس. تبع إليسا وقدر انه يشدها، دارها في الكوفر وعفاط. وفيسينتي شاد الحراس كيعذب فيهم حيت خلاوه يخطف بنته إليسا. صونا لكاع العصابات ديال المدينه وامرهم باش يقلبوا على بنته، واللي لقاها غادي يعطيه مكافاه كبيره. كريس وصل وسط الغابه وفتح الكوفر باش يعطي البنت تشرب، مع فتح عليها ضرباته بالسيروت ديال الرويض وهربات. مده وهو تابعه، قدر انه يوقفها، وراها واحد الصوره وفيها هو وفيسينتي بوات إليسا وامها. قال ليها باللي كان صاحب باها، وقال لها باللي امك هي اللي رسلاتني نقلب عليه باش نبعدك على فيسينتي. إليسا بدات كتضحك عليه، قالت ليه من نيتك؟ انا ماما ماتت هذه 5 سنين. قال ليها فراسي، ولكن انا وعدت امك باش نوفي بالوعد ديالها ونبعدك على فيسينتي. قال ليها باللي خاصها تمشي معاه باش يشرح ليها. إليسا ما تاقتش فيه، عطاها الفردي قال لها خودي، والا حاولت ناديك صفيها ليا. ركبت معاه، ومع زاد قالت ليه رجعني للدار. قال ليها لا ما يمكنش. تعصبات عليه، قالت لي يا ترجعني يا نطير لك الشقفه ديال راسك. قال لها عارفك باري او ما تقدريش تاديني. ما سال الهضره وهي تيري فيه، ولكن لقات الفردي خاوي، وغنعرفوا انه عطاها الفردي خاوي. تسالى ليهم المازوت داز الستاسيون، وامرها باش ما تخرجش من السياره اولا غادي يرجعها للكوفر. مع هبط يدير المازوت، ضربات على شي دراري كيلعبوا في الكره، فتحت الباب وهربات عندهم. قالت ليهم باللي خطفها وبغى يتعدى عليها. بدا كريس كيحاول يشرح ليهم باللي غير كتكذب عليهم. كريس كيهضر بالانجليزيه، ولكن خوتنا كيهضروا بالاسبانيه، ما فهموش اش كيقول وبغاو يتهجموا عليه، لان اليسا كتهضر بالاسبانيه والانجليزيه في وقت واحد، وكريس ما كيفهمش الاسبانيه. مشات لواحد تيليبوتي كاين تما وعيطات لباها، وكريس مشارك مع خوتنا اللي ضربوا ما كيعاودش ينوض. صفاها الاول، غيب الثاني، والباقي كالعاده نشرهم مع الارض ومشى ياخذ اليسا. مع جاوبها باها وهو يجرها كريس، ركبها في السياره وربطها من ايديها. قالت لي علاش كدير ليا كاع هادشي؟ تعصب كريس وقال لي انا باك. انا باك الحقيقي. خوتنا تصدمات وقالت لي يديني ناكل، لانني فاش كنتعصب كيجيني الجوع، انت غير في الماكله دابا. المهم ما علينا. مع تحركوا من ستاسيون، ضرب عليهم هاد خونا وعرف انها الابنه ديال فيسينتي، وبطبيعه الحال غادي يبغي يدي فيسينتي باش ياخذ المكافاه. في نفس الوقت فيسينتي قال المساعد الايمن ديالو باش يضاعف المكافاه. مشى عيط على واحد خونا، وشكون هو؟ فهو نص قرع اللي صفاها المولات سناك وصاحبتها. قال لي ان هذه هي الفرصه ديالو باش يرجع حقه، ولكن اش دخل نص قرع في هاد الشيء من بعد ونعرفه. وكريسو اليسا جالسين كياكلوا، قالت لي نفترضوا انك بصح الاب الحقيقي ديالي، فين كنتي غابر هاد المده كلها؟ قال لها باللي دوز 15 عام في السجن. قالت لي هي انت مجرم؟ قال ليها لا. قالت لي هو انت غير هادشي اللي درتي في الحراس ديالي راك فايت مجرم لهي. خوتنا طالقاها معاه. كريس ضرب على القلاده اللي في عنقها، وقال ليها باللي هو اللي هداها لماماها قبل ما تموت. قالت لي باللي توحشات ماماها بزاف وما عرفتش علاش ماماها انتحرات. قال ليها كريس باللي ماماها ما انتحراتش، بل فيسينتي هو اللي صفاها ليها. وهما هادرين وقف عليهم خونا اللي شافهم في الستاسيون هو والرجال ديالو. قالوا لي باللي غادي يديو البنت، والى حاول يمنعهم ان لله وانا اليه راجعون. غفلو كريس ضرب لي راسه مع الطابله وبدا كيصمت
تحمق في الاخرين، وهو مشانق مع رجال خونا خدا إليسا وفرقع الكريس الرويض وهرب. تبعهم كريس كيجري، لقاهم غبروا، رجع بدا كيلحق الواحد من اللي كان مطايف معاهم وقدر يعرف البلاصه فين خداوها دخلوها لواحد الكازينو وطلعوا عند الشاف ديالهم. قال ليها باللي فيسينتي عارض مكافاه كبيره مقابل يلقاوها، وطلب منها باش ما ديرش المشاكل وانه ما غاديش يأذيها. قال لها باللي خاصها تهضر مع فيسينتي كدليل باش يعرف باللي هي كاينه معاه مقابل يجيب ليه المكافاه. إليسا هضرت مع باها وسولاتو واش عنده شي علاقه بالموت ديال الام ديالها. قال لها لا، اش كتخربقي، انا براسي مازال ما عارفش امك علاش انتحرات. قالت ليه باللي اللي خاطفها كيقول انه باها الحقيقي. هنا فيسينتي تصدم وعرف ان كريس هو اللي خاطفها، وهي كتهضر مع فيسينتي حتى دخل نص قرع للكازينو وبدا كيصفيها اي واحد تلاقاه تما. ناضت الروينه نص قرع اللي تلاقى معاه كيصفيها لي. إليسا تخلعات غفلات الشاف اللي حابسها ضرباتو على راسو غيباتو، وخدات ليه الفردي من البيرو وحاولت تهرب. في نفس الوقت نص قرع كيشتت فيهم. حاولت إليسا تيري في خواليها الفردي ومعبده غادي عندها حتى كيدخل كريس. كيبدا مع نص قرع دقه في كريس صحيح، ولكن القرع مقدر عليه مده وهما كيتقاتلوا. عفاط عليه نص قرع وبغى يصفيها لي، ولكن ضرب على إليسا هاربه وناض تبعها. غفلوا كريس من اللور وتلاح هو وياه من الفوق، حتى كيخرج ليهم الشاف ديال الكازينو وكيتيري فيهم. طرقوا ليه وبقى كيتيري حتى تسالى ليه القرطاس، وهو ينوض عنده نص قرع. وبلا ما نقول لكم اش دار لي، داز عند كريس باش يصفيها ليه حتى هو، حتى كتخرج فيه إليسا بواحد الخرشاشه كتجبدهم على الارض وهربات هي وكريس. سولاتو إليسا على نص قرع شكون هو. قال ليها ما عرفتش، ولكن راه شبع في عصا وهما غاديين. قال ليها باللي فيسينتي ماشي شخص اللي مزيان. قالت لي انها عارفه داكشي اللي كيدير. قال ليها كريس باللي بسبب فيسينتي علاش ضرب 15 عام ديال الحبس، لانه كان هو وفيسينتي وما كيقوموا بالسطو على البنوك. وبدا كيعاود ليها على امها، وان فيسينتي في اخر عمليه ليهم واللي كانت عمليه سطو كبيره، ومن بعد ما قاموا بها فيسينتي دار فخ الكريس وخلى شي ادله كتشير ان كريس هو مول الفعله. هادشي اللي خلى كريس يضرب 15 عام في السجن. في نفس الوقت غنشوفوا نص قرع خارج حاقد، لقى واحد خوتنا طلب منهم باش يكريو ليه السياره ديالهم. بداو كيستهزئوا بيه وهبطوا بغاو يدوروا. شد واحد منهم عضو طاير ليه هبره من حنكو. انت خونا ما كيتفاك. صاحبو شاف هادشي خلى ليه السياره وهرب. وكريس جالس هو وإليسا قال ليه باللي القلاده اللي في عنقها هو اللي شراها لماماها، وانها مصنوعه من الالماس الخالص، وبامكان ديك القلاده انها تقطع اي حاجه بسهوله. سولاتو إليسا علاش كيشك ان فيسينتي غادي يكون هو اللي قتل الام ديالها. قال لها باللي الام ديالها كانت خطيبه كريس، وان فيسينتي دار فخ الكريس باش يدخل السجن وفيسينتي ياخذ منه الخطيبه ديالو، وفعلا تزوج بها بالقوه ومنعها انها تزور كريس في السجن او تهضر معاه. وفي واحد النهار زارته الام ديالها في السجن بالاخبار فيسينتي، وقالت لي باللي فيسينتي كيسيطر عليها بزاف ومنعها من زياره كريس في السجن. وقالت لي باللي غادا تاخذ بنتهم إليسا وتهرب بعيد على فيسينتي. ومن بعد الزياره باسبوع جا الخبر باللي خطيبته انتحرات. هادشي علاش هو شاك في فيسينتي انه هو اللي قتلها بعد ما عرف انها باغا تبعد عليه. وغنشوفوا فيسينتي مشى للكازينو فين قالوا لي باللي كاينه إليسا تما، لقى كلشي عاقدهم. مشى لكاميرات المراقبه كيشوف اش وقع، مع شاف ان نص قرع كان تما تصدم، وباينه باللي بيناتهم شي حساب قديم. في نفس الوقت كريس حاول يشفر واحد الشاحنه باش يبعدو هو وإليسا. جبد الخريطه وبدا كيقلب على المطار. شافته إليسا قالت لي باللي ما باغاش تمشي من كولومبيا. قال لها غنديك عند خالتك في امريكا بين ما صفيت الحساب مع فيسينتي، وخاصك تبقاي معايا لانني انا هو باك الحقيقي. تعصبات عليه مع ديمار الشاحنه جاهم مولاها. هبط هدو باش يخليه ياخذ الشاحنه. إليسا كسيرات وهربات بها باش ما يخرجهاش من كولومبيا وما يبعدهاش على فيسينتي. ما بعداتش بزاف حتى لقات واحد تيليبوتيك بغات تعيط لفيسينتي حتى كيوقف عليها نص قرع. شافته تخلعات وهي تعلق، هي هاربه وهو تابعها. وصل كريس ضرب على الشاحنه اللي هربات بها إليسا تما، بدا كيقلب عليها حتى لقاها، ولكن نص قرع مازال وراها. بداو كيتبادلوا التير. نص قرع حط شوط قال إليسا على راسها. بدا كيطلب في كريس باش ما يأذيهاش. امروا نص قرع باش يتكى في الارض، وخدا إليسا ربطها مع الطوموبيل وربط كريس حتى هو، وبدا كيلحق ليه وكيقول ليه شكون انت وعلاش خاطف إليسا. مده وهو كيضرب فيه بغى يصفيها ليه، وهي تغوت عليه إليسا. قالت ليه باللي كريس باها. هنا كريس عرف ان بنته تيقات انه هو باها. قال لها نص قرع انت راك بنت فيسينتي. قالت ليه لو ان كريس هو باها الحقيقي. ونص قرع شد كريس وعلق حبه في واحد الشجره ودير تحته رويضه، يعني تحرك الرويضه. ان لله ودي احمد.
خلاه معلق وعيط لفيسنتي وراه فين غادي يلقاه، ولكن فيسنتي طلع الرجوله وفكو من ديك المشناقه وخدا معاه وقال لي باللي ماشي هو اللي قتل لي الخطيبه ديالو، وان اليسا بصح بنت كريس ولكن هو اللي رباها وكبرها. قال لي كريس ولكن راك خديتي مني الخطيبه ديالي. قال لي ان هذه كانت هي الخدمه ديالهم، واللي بغى شي حاجه كيدير المستحيل باش ياخذها. وهما غاديين باش يقلبوا على اليسا. فيسنتي صونا ليه نص قرع قال لي واش عقلتي على البلاصه اللي حاولتي تصفيها ليا فيها، واجل عندي لتما لا بغيتي تشوف اليسا مره اخرى. وقال لي باش يشكر المساعد الايمن ديالو لانه هو اللي قال لي باللي اليسا مخطوفه باش نقدر نوصل ليها. هنا فيسنتي عرف ان المساعد ديالو خانو، هو يشتت ليه راسو. سولو كريس على نص قرع شكون هو، قال لي باللي كان استاجرو باش ينفذ ليه شي مهمه ولكن نفذ شي حوايج من راسو. هادشي اللي عصب فيسنتي وضربوه بسهم مهدئ لانهم ما قدروش انهم يتغلبوا عليه، وخداوه لشي مكان معزول وربطوه من ايده في واحد السلسله وحرسوا 15 من افضل الحراس اللي عند فيسنتي لان فيسنتي كان بغى يقتلو بايده، ولكن فاش وصل عنده لقى صفاها لكاع الحراس. سولو كريس كيفاش حتى فك ايده من السلسله، قال لي باللي قطعها لانه كان مربوط من ايد وحده. وصلوا حدا البلاصه اللي قال لهم يلقاو اليسا. فيسنتي قال كريس انه غادي يدخل عنده وكريس يجي من ورا نص قرع باش يصفيها لي. مشى فيسنتي دخل يقلب عليه، ما عرف نص قرع منين جاو شدو، جابوا لواحد الصنطه ولقى حاط فوقها اليسا ورابطه من ايدها بالسلسله، وخدم الماكينه اللي كتجر ديك السلسله وديك الماكينه كطحن كلشي. والا وصلت اليسا الماكينه قبل ما تفتح من السلسله غادا تطحن هذيك الماكينه. فيسنتي عيا يتضارب مع الماكينه باش تحبس والو، جاب واحد الحديده لاحه فيها طحناتها. وفي نفس الوقت كريس دخلوا مشارق مع نص قرع، وغنعرفوا ان هاد السلسله اللي مربوطه فيها اليسا هي اللي كان فيسنتي ربط فيها نص قرع حتى قطع ايدو. ونص قرع مشارق مع كريس، قال لي انه هو اللي قتل الخطيبه ديالو لان فيسنتي عطاه شي مكافاه كبيره باش يصفيها ليها. كريس مع هادشي تعصب وهجم عليه، واليسا غادا وكتقرب لديك الماكينه. فيسنتي جاب منشار باش يقطع ليها ايديه ويفكها من السلسله ولكن ما قدرش. كريس ضرب خونا وطلع كيجري باش يحاول يعتق اليسا ولكن نص قرع ما مفاكش معاه، وصل لقى اليسا قربات الماكينه وما بقاش ليها بزاف الوقت. نص قرع قفل كريس خشا فيه موس اللي في ايده ونشرو مع الارض، وشد فيسنتي قال لي الا بغيتي نطلقك باش تعيش قول اليسا اش درتي. وهنا فيسنتي اعترف لاليسا انه هو اللي قتل امها وانه كلف نص قرع باش يصفيها ليها حيت كانت باغا تهرب عليه، وانه ماشي باها الحقيقي، وانه هو اللي دخل كريس للحبس، وان كريس هو باها الحقيقي. وحتى كانت اليسا غادا طيح في ديك الماكينه غوت عليها باها كريس وقال لي هات لوح القلاده اللي في عنقها في الماكينه لان الالماس كيقطع اي حاجه. وفعلا لاحتها وتقطعت ديك السلسله. نص قرع فاش شاف هادشي تعصب وبدا كيضارب مع كريس، غفلو في سينتي وهو يجرو وطاحوا بجوج من الفوق وماتوا. وكريس حتى هو واكل الطق مزيان ومحال يعيش. طلب من اليسا باش تمشي تعيش حياتها، وبعد مده غادي نشوفوا اليسا مشات تزور قبر الام ديالها وحداها كريس، يعني كريس فلت منها. قالت لي باللي وفى بالوعد ديال الام ديالها وشكراتو بزاف. وإلا عجباتكم القصه ما تنساوش لايك كومون سبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.